ما قلتلك يا غالية عطارد معارض. خربت بيوت بس هيدا شي كان فيي. بالدم مش مجرد مسلسل، هو قصة بنت اكتشفت أهلها بعد 40 سنة. مسلسل بالدم هو حالة عامة. إكرامة أمي منى انتهى عند الموضوع هون. من بداية عرض المسلسل والجمهور بلش يقارن بين قصة المسلسل الحقيقية وبين قصة جريتا الزغبي يلي هي ظهرت أصلاً على الإعلام وحكت قصتها بكل وضوح. بعد 40 سنة اكتشفت إنه أهل اللي ربوني هن مش أهل الحقيقية. والقصة بتتشابه مع قصة غالية اللي بتأديها ماجي بوغصن. خلال تحليل فئات الدم اكتشفت إنه والديها ليس بوالديها البيولوجيين، وهالموضوع أعطى فرضية إنه تم تبديل مقصود أو عن طريق الخطأ في المستشفى عام 1977. صناع العمل قالوا إنه المسلسل مستوحى من قصة حقيقية بس لفظي ما كانش مكتوب. وجريتا الزغبي حكت إنه ما حد استشارها. قعدنا مع كتار، هي منا حالة خاصة، منا ترو ستوري لشخص صارت معه. للمصادفة البحتة بين الكاتبة نادين جابر وبين قصة جريتا الزغبي، كمان هي كان عندها قائمة بأسماء الأمهات اللي ولدوا بنفس اليوم بنفس المستشفى لحتى تعرف مين أمها وإذا جرى تبديل ولا لا. أنا بعت سيارتي لحتى نبش أهلي. وجريتا لمحت أكثر من مرة إنه هي حابة تحول قصتها لفيلم، فبعد ما صارت القصة والأحداث والناس انتقدوها في بينهم إنه ليه عم تحكي هلأ وبدك شهرة، فهي سكرت على الموضوع وحكت إنه هي عم بتحضر لفيلم وعم تكتبه حاليا. بنعمل مسلسل واللي بيعرف حدا يقدر يساعدني أعمل مسلسل اكتب قصتي احكوني. عم بعمل الموفي وبلشت بكتابته. كل مرة نادين جابر بتحط لنا هالسر بالمسلسلات وإحنا بنضل ندور على هالسر برمضان. بندور إمتى بدها تحكي لأبصر مين إنه هي مرته، إمتى بدها تحكي لهاي إنه هي بنته، وهلأ بندور على إمها. هودي العروق اللي فيهم دم ممزوجين دمي ودمي. فشو رأيكم إنه هل الاقتباس مسموح بهاي الحالات؟ بالنسبة لموضوع الDNA والمزح والترند على تيك توك not funny at all.